لازم تجربوا البطاطس المحمرة بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين كده حمرنا البطاطس وبعد كده بننزل عليها كده ببصل متقطع جوليان، وبعد كده بنحط شوية بقدونس كده متقطعين، وبعد كده بننزل بالتوابل. توابلها سهلة جدا، ملح وفلفل اسمر وشوية سماق وشوية كزبرة ناشفة وبس كده، ونقلب كل الكلام ده مع بعضه. هتاكلي حرفيا احلى طبق بطاطس متحبش، بجد تحفة يفتح النفس. احلى سندوتش بطاطس ممكن تاكليه في حياتك هو السندوتش ده. السماق مع الكزبره الناشفه مع شويه البصل المتقطعين جوليان مع كمان شويه البقدونس دول بيودوها في حته تانية خالص، طعمها بيختلف تماما. احلى سندوتشات بجد باكلها من مطعم مشهور جدا هو السندوتش ده. وبصراحه قلت لازم اروح النهارده اعملها في البيت، وما اخبيش عليكم عشان دفعت في السندوتش 8 جنيه وكيلو البطاطس اصلا ب 8 جنيه. يلا يا قمر، لو عجبك الوصفه شيريها مع كل اصحابك، وما تنسيش تعملي اعجاب ومتابعه لصفحتي عشان كل يوم انزل لك جديد. اتحداكي ان هما بعد الفيديو ده هيقولوا لك افتحي مطعم حواوشي يا ماما، لان ماما هتبقى اشطر شيف في الحواوشي. هخليكي النهارده تعملي عجينه الحواوشي زي بتاعه المطاعم المشهوره والمعروفه جدا. يلا بينا بقى. انا جبت كده كيلو ونص كده من اللحمه، واللحمه دي خليته وهو بيفرمها يحط لي فيها ليا ضاني وبس كده. لا يلا بينا بقى نجيب فلفل احمر وفلفل اخضر وشويه بصل. طبعا على كيلو ونص اللحمه دول حطيت كيلو بصل، وحطيت الفلفل اللي انتوا شفتوه ده عدد 3 أو 4 كده من الفلفل الاخضر مع الاحمر. ودلوقتي هقول لكم بقى على الاسرار بتاعه التوابل. يلا بينا نحط معلقه كبيره من الخلنجان، وده اللي وقع ده خشبه الخلنجان، تمام. وبعدين نحط كمان فلفل اسمر وقرفه، وطبعا نحط الملح. والسر كله في الخلنجان مع القرفه مع بقى الكزبره الناشفه. ايوه زي ما بقولك كده، ده سر التوابل بتاعه الحواوشي. لو انت بتجيب الخلطه الجاهزه هي فيها نفس التوابل دي بالظبط. وزي ما انتوا شايفين اعجني بقى، اعجني كويس، سمغيها، خليها تبقى بصي زي الفل كده تحت ايدك، تحفه. وزي ما انتوا شايفين بقى يا جماعه، احلى عجينه حواوشي هتعملوها طلعوها بقى من الفريزر على الحشو على طول. شيليها في اطباق او في اكياس، المهم انك تكتبي عليها ان دي عجينه الحواوشي للحشو. وزي ما انتوا شايفين كده احلى عجينه حواوشي هتعمليها. يلا شير يا قمر لو عجبك الوصفه، واعجابه ومتابعه.